والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد والي مفتي السيد وزير الداخلية، السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عامل إقليم الحسيمة السابق، السيد عامل إقليم الحسيمة الجديد، السيد مفتي الرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف، السيد وكيل عام الملك لدى محكمة الاستئناف، السيد قائد الحامية العسكرية للحسيمة، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة البرلمانيون، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس جماعة الحسيمة، السادة رؤساء الجماعات الترابية والسيدات والسادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، السيدات والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة، السيدات والسادة ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم كلهم باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بتواجدي معكم اليوم بمناسبة حفل تنصيب عامل إقليم الحسيمة الجديد، وهي فرصة أبلغكم من خلالها عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يوليهما لرعاياه الأوفياء ساكنة إقليم الحسيمة، والذين لم يفوتوا أي فرصة عبر التاريخ للتعبير عن تلاحمهم المتين وارتباطهم القوي بالعرش العلوي المجيد. وأستغل مناسبة التواجد معكم وبينكم لنهنئ جميعا من إقليم الحسيمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكافة أفراد الشعب المغربي على النجاح العظيم والفتح المبين الذي حققته بلادنا بخصوص ترسيخ وحدتنا الترابية بعد القرار الأممي الأخير رقم 2797، والذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية الأساس العملي والواقعي لحل هذا النزاع المفتعل، ولأهمية ودلالة هذا التحول التاريخي في مصير قضية وحدتنا الترابية. تفضل جلالة الملك نصره الله وأطلق على هذه المناسبة اسم عيد الوحدة، وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا. حضرات السيدات والسادة، إن العناية المولوية لهذا الإقليم تجسدت منذ زمان من خلال الثقة المولوية السامية في خيرة الكفاءات الوطنية التي تشرفت بتدبير شؤون عمالة إقليم الحسيمة. وها نحن اليوم أمام تجديد هذه العناية من خلال حفل تنصيب السيد فؤاد حاجي عاملا عن إقليم الحسيمة قادما من زاغورة، الذي تقلد بها منصب عمالتها لمدة ناهزت 7 سنوات. إن السيد فؤاد حاجي الذي حظي بالثقة المولوية لجلالة الملك بعد تعيينه عاملا على إقليم الحسيمة يبلغ من العمر 57 سنة، متزوج وأب ل3 أطفال، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين. ولقد راكم العامل الجديد لإقليم الحسيمة تجربة كبيرة كمهندس بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس سنة 1992، ومدير عام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة سنة 2005، ومدير عام نفس الوكالة بمدينة قنيطرة سنة 2014، إلى حين نيله الثقة المولوية السامية بتعيينه عاملا على إقليم زاغورة سنة 2018. كفاءة وخبرة السيد فؤاد حاجي مكنتا من الترقي في مختلف أسلاك الإدارة قبل أن يصبح اليوم عاملا على إقليم الحسيمة. وأستغل مناسبة التواجد معكم لتهنئة السيد فؤاد حاجي على الثقة المولوية التي حظي بها، والأكيد أن مساره المتميز يشكل قيمة مضافة لهذا الإقليم الذي يحظى بالعناية والرعاية الملكيتين لصاحب الجلالة نصره الله. إن اختصار السيد فؤاد حاجي وتجربته المهنية بمختلف جوانب الإدارة والإدارة الترابية بمختلف الأقاليم تؤهله لمواصلة إنجاح أوراق مشاريع التنمية الترابية، وخاصة الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة بإقليم الحسيمة. فالإقليم من المجالات الترابية الواعدة على الصعيد الوطني بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية والسياحية والكفاءات الشبابية والموارد البشرية التي يصغر بها، التي تشكل دعامة أساسية جاذبة ومستقطبة للاستثمارات بصفتها الآلية الرئيسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والرخاء الاجتماعي المنشودين في الإقليم. وعليه
يبقى رهان اليوم هو تقوية البنية التحتية الأساسية ومواصلة فك العزلة الجغرافية على الإقليم لمواكبة ميثاق استثمار جديد وإبداع حلول مختلف التحديات التي تعوق تنمية الإقليم في ظل توالي سنوات الجفاف ونضات المياه وخاصة في العالم الخارجي. وفي هذا الصدد أستحضر معكم أهم التحديات التي تستوجب مزيد من اليقظة والجهد وإبداع الحلول والحكمة في التدبير من أجل بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب عاش المجيد بتاريخ 29 يوليو 2025 حين دعا إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. انتهى منطوق الخطاب الملكي السابق. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم اليوم أن المغرب بفضل الرؤية الملكية المتبصرة يهدف إلى بلوغ مغرب دوني بسرعة واحدة من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتسريع مسيرة المغرب الصاعد، وهي أهداف كما أكدها جلالته حفظه الله في خطابه السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتركز الديناميات التي أطلقها المغرب على بلوغ الأهداف الآتية كما جاء في صلب الخطاب الملكي الموجه لنواب الأمة: فتح الباب أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر وضمان الاستفادة للجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إحداث تغيير ملموس في العقليات وفي طريقة العمل والسعي إلى ترسيخ حقيقي لثقافة النتائج بناء على معطيات ميدانية دقيقة باستعمال التكنولوجيات الرقمية. تحقيق وتيرة أسرع وأثر أقوى لجيل جديد من البرامج في إطار علاقات رابح بين المجالات الحضرية والقروية. انتهى منطوق خطاب جلالة الملك محمد السادس إلى دوله. ومن ثم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة من خلال التركيز على الخصوصيات المحلية وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وفي هذا الصدد سيتم إعداد هذا الجيل من البرامج التنموية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب والدعم الفعلي للقطاعات الترابية والتعليم والصحة والتربية، إضافة إلى التأهيل المجالي. كما سيتم إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، للتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذلك تساهم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية مراكز القروية الصاعدة. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم وعلينا جميعا الرعاية والعناية التي يوليهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الشباب، إذ أكد مرارا في العديد من خطبه الإسلامية من أن الشباب هو ثروتنا الحقيقية، معتبرا الأيام في خطابه الأخير الموجه إلى أعضاء البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2025 بأنه من القضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي. انتهى منطوق الخطاب الملكي السادس. وهي فرصة اليوم لدعوة السيد العامل إلى العمل على تأهيل الإقليم الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز الاستثمار من خلال الحرص على تحسين جودة العرض الترابي والتأسيس للبنيات التحتية المتكاملة وتسوية المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات المجالية للإقليم المسلم. وهنا أستحضر الدور المحوري إلى رجل السلطة في الإنصات للنقد الشارع لحاجيات المواطنات والمواطنين والإجابة على تظلماتهم واقتراح حلول مشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يمنح الثقة للجميع. فالإنصات والحضور الميداني والتدخل الاستشرافي والاستباقي مداخل أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن، وهي من الوظائف المسؤوليات الجوهرية ومن صميم صلاحيات عامل الإقليم كواحدة من وظائف الدولة التي لا يمكن تفويضها. حضرات السيدات والسادة، إن التوجيهات الاستراتيجية للدولة المكتسبات الإيجابية التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني والدولي بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
يجب أن تكون هي الحافز والدافع لجميع الفاعلين الترابيين من أجل الاطلاع الأمثل بواجباتهم والانخراط الفعال في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا والدينامية التنموية بكل جهات المملكة بمختلف أقاليمها. وإقليم حسيمة يعتبر نموذجا في هذا الإطار، إذا عرف الإقليم دينامية تنموية مستدامة بفضل حجم المشاريع والاستثمارات، وهو مجهود يشكر عليه العامل السابق للإقليم سيد حسن الزيتوني، والذين تقدموا له وهو مجهود يشكر عليه العامل السابق للإقليم سيد حسن الزيتوني، والذين تقدموا له بالشكر والامتنان على ما قدمه للإقليم ولساكنته من خدمات جليلة. وما الثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه كعامل على إقليم أظلال إلا دليل على مساره الدائم. واستغل هذه المناسبة كذلك لأهنئ السيد حسن الزيتوني على الثقة المولوية السامية مع متمنيات له بالتوفيق في مهامه الجديدة. السيد حسن الزيتوني نموذج لرجل السلطة المتفاني في خدمة وطنه، وهو الذي حرص على الجواب بمختلف العملات والأقاليم التي تشرف بتدبير شؤونها على تنزيل أمثل مختلف الأوراق والمشاريع الترابية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش ساكنته. والرجل يتمتع بالجدية والانضباط والوطنية الصادقة، وتلكم صفات تعتبر مداخل أساسية في إرساء داعي من مسار تنموي مستدام، وهي نفس الخصال التي تميز العامل الجديد سيد فؤاد الحاجي، الذي نجدد له متمنياتنا له بالتوفيق إن شاء الله. وفي الأخير وباستحضار الرهانات الكبرى للمملكة، أجدد الدعوة لممثلي الإدارة الترابية وكذلك القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية وكذا كافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود لتنمية إقليم حسيمة ومد يد المساعدة للعام الجديد لبلوغ ما يصبو ويطمح إليه جلالة الملك نصر الله لرعاياه الأوفياء بهذا الإقليم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أدام الله نصره وتأييده، سائلين العلي القدير أن يلهم جلالته موفور الصحة والهناء، ويقرر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لنا خديجة، ويشد أجره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، وأن يحقق على يديه الكريمتين أسباب الرقي والازدهار لشعبه الوفي، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.